البثور السوداء، ويا بشر لما تشوفوني في وشكوا اوعوا تعصروني، لان ده بيخليني اتكاثر واملى وشكوا، وبيخليني ادخل لجوه واعمل ندبه مكاني. عايزين تتخلصوا مني؟ نضفوا وشكوا كويس، ومش كل شويه تلمسوا وشكوا بايديكم اللي مش نظيفه، واعملوا لوشكوا حمام بخار. هاتوا طبق فيه ميه بتغلي وخلوا البخار بتاعها يطلع على وشكوا، وهتلاقوا المسام اتفتحت وهطلع معاكم بكل سهوله. وبعد البخار اعملوا ماسك من الثلاثه دول. اول واحد، سخني معلقه جيلاتين بودره مع معلقه لبن لمده 10 ثواني لحد ما يتجانسوا، وحطيه على مناخيرك وخدودك وسيبيه ينشف ربع ساعه، وشدي الماسك ده وهتلاقيني طالعه في الماسك زي الهلاهوته. او هاتي بياض بيضه وقلبيه كويس في طبق وحطيه على مناخيرك، وحطي عليه منديل، وحطي طبقه تانية من البيض فوق المنديل، وسيبي نفسك تلت ساعه لحد ما ينشف، وبعدين شيليه من تحت لفوق، وهتلاقيني طالعه في المنديل ومناخيرك نظيفه. واخر حاجه بقى العسل والقرفه. هاتي معلقه عسل ونص معلقه قرفه وقلبيهم كويس، وحطيهم على المكان اللي انا فيه، وسيبيني ربع ساعه، وبعد كده شيلي الماسك بميه دافيه، وكرري الماسك مرتين في الاسبوع، وهتلاقيني اختفيت. واخيرا يا فوزيه، الماسكات لوحدها مش كفايه، لازم نهتم ببشرتنا ونغسلها بغسول يومي مناسب. وما تنسيش قبل ما تحطي اي وصفه على وشك جربيها الاول على ايدك. انا بقى رمانه بقرا كل تعليقاتكم وبفرح بيها قوي. استنوني كل يومين في فيديو جديد. سلام.